السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية إعدادي، يلا يا أبطال. معانا النهاردة بنك أسئلة الدرس التاني. بنبدأ بأول جزء، تغير الحالة الفيزيائية للمادة، وبنبدأ بأول سؤال كالعادة. سؤال اختر الإجابة الصحيحة. بيقول لي إيه؟ بيقول لي أغلي الماء عند درجة حرارة نقط. طبعا الماء يا شطار يبقى عند درجة حرارة 100 درجة سيليزية. ينصهر الجليد عند درجة حرارة زيرو. من العوامل المؤثرة على درجتي انصهار وغليان المادة طبعا الضغط الجوي. تزداد طاقة حركة جسيمات المادة طبعا عند التسخين، يبقى الإجابة ج. 5. عند تسخين الثلج تظل درجة الحرارة ثابتة عند الصفر حتى نقط. طبعا ينصهر الثلج تماما. السؤال اللي بعده سؤال 6. عند وضع ما في الفريزر فإن طاقة حركة الجسيمات طبعا يا مستر محمد بنقوله يا أبطال بتقل. طيب يا ترى السؤال رقم 7 هيقول إيه؟ يقول لي عندما تبدأ المادة في الغليان فإن درجة حرارتها طبعا هنا اهوت يا أبطال هنقوله إيه؟ تظل ثابتة. السؤال اللي بعده إذا كانت درجة غليان الماء النقي عند سفح جبل، يعني عند الإيه؟ يعني لو جينا نرسم آدي الجبل اللي فوق دي اسمها القمة، اللي تحت ده اسمه إيه؟ سفح. طيب 100 درجة سيليزية، تمام، يبقى تحت هنا 100 درجة سيليزية. فإن درجة غليانه عند القمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3 كيلو. طبعا يا أبطال أول حاجة هحول ال 3 كيلو ديت للمتر، هتساوي 3000 متر. جميل. طب أنا دلوقتي يا مستر عايز أحسب مقدار الانخفاض في درجة الحرارة، يبقى أروح جاي قايل 3000 على القاعدة اللي بتقول لي على 300، اعملها على الآلة الحاسبة. هتساوي معاك كام يا بطل؟ الصفر مع الصفر وهكذا. بعد كده هتساوي معاك 10 درجة سيليزية. جميل. يبقى أنا دلوقتي لما أجي أطلع 3 كيلو متر لفوق يا أبطال، ممتاز جدا، هيتخفض كام درجة الحرارة؟ 10. طب هي كانت كام؟ كانت 100. طب يبقى 100 ناقص ال10 يبقى الإجابة تساوي كام؟ 90. يبقى هنختار الإجابة د 90. برافو عليك. إذا احتوت المادة على شوائب وأصبحت غير نقية فإن درجة غليانها طبعا بترتفع. السؤال اللي بعده درجة غليان الماء النقي عند قمة الجبل. طبعا يا شطار الضغط الجوي بيقل. يبقى طب تعال نشوف السؤال، نقرا السؤال للآخر. درجة غليان الماء النقي عند قمة الجبل. طبعا قلنا إن الضغط بيقل فدرجة الغليان هتقل. نقط من درجة غليانه عند السطح. طبعا درجة غليانه عند السطح بتبقى 100. طب لما نطلع لفوق هتقل، يبقى الإجابة هتبقى إيه يا أبطال؟ أقل من. يبقى سؤال رقم 10 ألف. كلما قلت الطاقة الحرارية للمواد طبعا قلت طاقة حركة الجسيمات. 12. عندما تكتسب المادة حرارة فإن جسيماتها طبعا تتحرك بسرعة أكبر. أي العوامل التالية لا يؤدي إلى ارتفاع درجة الغليان للمادة. طبعا يا مستر الضغط الجوي بيؤدي، زيادة الشواذ بيؤدي. أمال إيه يا مستر؟ برافو عليك. يبقى بيقول لي الانخفاض عن مستوى سطح برضه بيؤدي. يبقى الإجابة يا أبطال قوة التجاذب الضعيفة بين الجسيمات. أي الأشكال البيانية التالية مالها يا مستر محمد؟ يمثل العلاقة بين الضغط الجوي ودرجة الغليان. طبعا بتبقى العلاقة هنا يا أبطال علاقة إيه؟ طردية. يبقى الإجابة د. خش بقى على سؤال أكمل وسؤال جميل جدا ومميز معانا في الدرس الثاني. درجة الانصهار الجليد تساوي، يلا يا أبطال، صفر. طبعا هنقوله صفر إيه بقى؟ درجة سيليزية. عايز تكتب باللغة العربية مفيش أي مشكلة، يبقى صفر درجة إيه يا أبطال؟ سيليزية. بينما درجة غليان الماء النقي يبقى 100 درجة سيليزية. تحول المادة من حالة إلى أخرى عن طريق نقط. طبعا هنقوله فقد أو اكتساب الطاقة الحرارية. تتوقف درجتها نقط ونقط على درجة الضغط الجوي ومدى نقائه. يبقى درجة الغليان والانصهار. يلا يا أبطال خش على السؤال الرابع، وأيضا قلنا سؤال إيه مميز معانا. تبدأ عملية الانصهار الثلج عند درجة حرارة لسه قايلين يا أبطال كام يا مستر؟ يبقى صفر درجة سيليزية. طيب وتظل ثابتة حتى ينصهر، نكتب كده الثلج تماما. تظل درجة حرارة المادة ثابتة أثناء الغليان وتعمل الطاقة الحرارية على إضعاف، هنكتبه
يا شطار بقى؟ قوى التجاذب. يبقى تعرفوا يا شطار قوى التجاذب بين الجسيمات. تمتلك جسيمات المادة الصلبة أقل قدرا من طاقة الحركة. 7. يعمل القدر القاتم على رفع درجة الغليان الماء نتيجة نقط، نكتب كده يا شطار نتيجة احتباس، أو ممكن نكتب نتيجة زيادة الضغط داخله، أو احتباس بخار الماء اللي هي بتعادل زيادة الضغط. كلما ارتفعنا عن سطح البحر بمقدار 900 متر انخفضت درجة غليان الماء النقي بمقدار كم درجة يا شطار؟ 3 درجة سيليزية. كلما زاد الضغط الجوي نقط درجة غليان السائل. برافو عليك. يبقى كلما زاد الضغط الجوي هيحصل ايه يا مستر؟ زاد درجة الغليان. عند إضافة بعض السكر إلى الماء درجة الغليان تزداد ودرجة تجمده تنخفض. برافو عليك. تتناسب درجة غليان السائل تناسب النقط مع الضغط الجوي طبعا طرديا. كل ما زاد الضغط كل ما زادت درجة الغليان. 12. عند زيادة تركيز المحلول يحصل ايه يا أبطال؟ تزداد درجة الغليان ونقط درجة تجمده تنخفض. برافو عليك. السؤال الثالث بيقول لي ده علامة صح أو خطأ. بيقول لي يا أبطال تتغير حالة المادة مع تغير درجة الحرارة. كلام مفيهوش أي مشكلة، صح. تتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عندما تفقد طاقة حرارية. طبعا كلام صحيح. طاقة حركة جسيمات الثلج أكبر من طاقة حركة جسيمات الماء. طبعا عبارة خاطئة، يبقى دي خطأ. 4. درجة غليان المادة النقية ثابتة تحت نفس الضغط. طبعا عبارة صحيحة. جميع المواد الصلبة تنصهر عند نفس درجة الحرارة. المواد الصلبة كلها طبعا كلام غلط. طيب السؤال اللي بعده 6. المواد النقية لها درجة غليان ثابتة. ناخد بالنا يا أبطال. سؤال 6. هو هنا المفترض ما نكمل السؤال عند نفس الضغط الجوي المعتاد، يبقى هتبقى العبارة إيه؟ صحيحة. يبقى ناخد بالنا للسؤال ده. المفروض هنا يقول لي عند نفس الضغط الجوي المعتاد. طيب السؤال 7. يمكن التأكد من نقاء المادة عن طريق درجتي الانصهار والغليان. طبعا عبارة يا أبطال صحيحة. السؤال اللي بعده تعتمد درجة غليان المادة على مدى نقائها فقط. إزاي؟ قلنا الضغط الجوي، يبقى طبعا غلط. كلما زاد الضغط الجوي ارتفعت درجة غليان السائل. صح. درجة غليان الماء النقي داخل بئر عميق أو بئر عميقة أكبر من درجة غليان الماء النقي عند السطح. طبعا الكلام ده يا شطار هنقوله إيه؟ صح. ليه يا مستر صح؟ لأن كل ما هننزل لتحت الضغط الجوي هيزيد، ولما الضغط هيزيد درجة الغليان هتزيد. يبقى فعلا الإجابة صحيحة. عند تسخين كمية من الماء فإن أقصى درجة حرارة تصل إليها هي 100 درجة سيليزية. طبعا عبارة صحيحة. درجة غليان الماء المالح أكبر من درجة غليان الماء النقي. طبعا عبارة صحيحة. مصطلح علمي بيقول لي إيه؟ الدرجة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. يبقى برافو عليك، درجة الانصهار. طب الدرجة اللي بتتحول عندها المادة من السائلة للغازية يبقى درجة الغليان. ولازم نكتب يا شطار الدرجة. طيب حضرتك هتاخد سكرين دلوقتي وتكتب معايا أسئلة علل، ولو أنت مش فاهم حاجة طبعا كالعادة هتقدر تبعت لنا في أي وقت. تاخد سكرين للشاشة وبتبدأ تنقل أو بتحل الأسئلة وبتراجع إجاباتك. طبعا كل الأسئلة دي يا جماعة علل وماذا يحدث إحنا لسه قايلينها حالا من خلال أسئلة أكمل. طيب نكمل سؤال ماذا يحدث. نفس القصة. لو جينا مثلا للسؤال رقم 7 يقول لي إضافة شوائب إلى مادة نقية بالنسبة لدرجتي الانصهار. طبعا أنا كاتب هنا يا أبطال ودرجة غليانها أنا كاتب درجتي الانصهار تنخفض، يبقى الأولى تنخفض دي خاصة بانصهارها. طب وغليانها ترتفع. ناخد بالنا يا جماعة. طيب ما المقصود لسه قايلينه؟ أجب عما يلي. فكرة عمل حلة الضغط طبعا احتباس بخار الماء بداخله اثناء الطهي، فهيزيد الضغط فيؤدي لارتفاع درجه الغليان. طبعا هيساعد هنا يا شطار على سرعه طهي الطعام.
لاحظ مالك إن درجة حرارة المادة تظل ثابتة أثناء عمليتي الانصهار والغليان، فما السبب؟ لأن الطاقة المكتسبة تستخدم في كسر قوة التجاذب بين الجزيئات، ركز معايا يا غالي، وليس في رفع درجة الحرارة. هي بتكسر الجزيئات وليست هدفها إنها ترفع درجة الحرارة. نبدأ مع بعض الجزء الثاني، تحولات المادة. نبدأ كالعادة بالسؤال الأول، اختر عرف تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة، يبقى الانصهار. أمال يا مستر تحول السائل إلى غاز يبقى غليان. يعتبر عملية نقط عكس عملية التكثف يبقى التبخر. يتحول بخار الماء إلى قطرات ماء سائلة في الهواء خلال عملية التكثف. السؤال اللي بعده، عملية تحول اليود الصلب إلى الحالة الغازية يبقى التسامي. السؤال 6 يقول لي أي مما يلي يعتبر تغيرا كيميائيا. طبعا احنا بعتنا لك مقارنة، يعني ايه تغير كيميائي وفيزيائي؟ كيميائي تبخر ميه ينفع يرجع تاني يبقى لا، سحب لا، انصهار لا، احتراق الورق ما ينفعش يرجع، يبقى الإجابة يا جماعة د. كل مما يلي يسبب زيادة معدل التبخر للسوائل ما عدا طبعا نقص مساحة يا أبطال سطح السائل، طبعا شرحناها بالتفصيل. السؤال اللي بعده يقول لي يحدث فقدان للطاقة عند نقط، يبقى عند مين يا مستر؟ فقدان للطاقة يبقى عند تكوين الثقيل. يمكن أن تحدث عمليتان عندما تكتسب المادة طاقة حرارية، يبقى أنا كده بدور على التبخر والانصهار. أي العوامل التالية يؤدي إلى زيادة معدل تبخر الماء من سطح بحيرة؟ طبعا شدة يا أبطال الرياح، لأن طبعا انخفاض أو زيادة الرطوبة هنا بيقلل. طيب تعالى للسؤال رقم 2 يقول لي يا أبطال التسامي هو تحول المادة من الحالة الصلبة، برافو عليه، إلى الحالة الغازية مباشرة. من العوامل المؤثرة على معدل التبخر، طالب يقول لي درجة الحرارة، طالب ده شاطر. طالب تاني هيقول لي نسبة الرطوبة، طالب تاني هيقول لي مساحة سطح السائل، صح. واحد تاني هيقول لي سرعة التيارات الهوائية. يا مستر هو ايه الاتنين بس؟ وايه يعني انت طالب شاطر بتكتب الأربعة. عمليتي نقط ونقط تعتبران عمليتين انعكاسيتين. ممكن نقوله مثلا التسامي. طب التسامي دي معاها ايه يا مستر؟ التساقط، مش مشكلة. عملية نقط عكس عملية التبخر لسه قايلينها تكثف. طبعا مثل الأسئلة يا جماعة بتتكرر بكذا صيغة، ودي حاجة جميلة إنك أنت تتعود على طريقة السؤال بأكثر من طريقة. يعتبر تكون الندى مثالا على عملية نقط يبقى التكثف. طب يا مستر الصقيع، برافو عليك، عملية إيه يا مستر؟ تساقط. يتغير تركيب المادة عند حدوث تغير كيميائي، بينما التغير لا يصحبه تغير، طبعا لسه قايلينها، يبقى ايه؟ فيزيائي. يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من درجة غليانه. التبخر يا جماعة بيتم عند أي درجة حرارة، أما درجة الغليان طبعا بتوصل عند كام يا حبايبي؟ عند 100 درجة سيليزية. طب سؤال صح وغلط، وده سؤال مهم أيضا. يقول لي إيه؟ تتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عندما تفقد طاقة حرارية. طبعا صح، غاز السائل ده تكثف. يتوقف معدل تبخر الماء عند درجة الحرارة. طبعا الكلام ده يا ابطال هنقوله ايه؟ صح. يتوقف معدل تبخر على درجة الحرارة، يعني من العوامل، طبعا صح. زيادة الرطوبة تقلل معدل التبخر، صح، اللي هي في الجو. طيب يا مصر يتكون الصقيع نتيجة التبخر، طبعا غلط، لسه قايلين يا ابطال، برافو عليك، تساقط. يكتسب بخار الماء طاقة أثناء عملية التكثف، لا ده بيفقد طاقة واحنا لسه قايلينها. طب السؤال اللي بعده يا مستر محمد، يمكن أن يحدث التبخر عند أي درجة حرارة؟ طبعا صح، اللي هي أقل من درجة غليان المية. السؤال اللي بعده، زيادة سرعة الرياح تؤدي إلى زيادة معدل التبخر. طبعا الكلام ده مفيهوش أي مشكلة، عبارة إيه؟ صحيحة. طب يا مستر يتكاثف بخار الماء عند اكتساب طاقة حرارية. يتكاثف بخار الماء عند اكتساب، طبعا لسه قايلين يا ابطال غلط، يبقى ايه؟ فقد.
يبقى الإجابة إيه؟ فقد. يبقى فقد إيه يا أبطال؟ طاقة حرارية وليس اكتساب. يتكون الضباب نتيجة عملية التكثف. طبعا الضباب يا مستر نتيجة التكثف عبارة صحيحة. يتغير تركيب الماء عندما يتحول من حالة إلى أخرى. طبعا الكلام ده يا أبطال غلط. ده تغير فيزيائي وليس تغير كيميائي. عمليتا التجمد والانصهار عمليتان انعكاسيتان. طبعا صح. هو التجمد ايه؟ من سائل لصلب. طب الانصهار من صلب لسائل. يبقى صح. تجف الملابس في الشتاء اسرع من الصيف. ازاي يا مستر؟ غلط طبعا. طب مصطلح علمي ودي اسئله مهمه ايضا. يقول لي ايه يا ابطال؟ تحول الماده من الحاله الصلبه للحاله السائله باكتساب درجه طاقه حراريه. طبعا يبقى ده اسمه يا شطار؟ الانصهار. تحول الماده من الحاله السائله للحاله الغازيه. يبقى ده اسمه ممكن نقول التبخر او ممكن نقول الغليان. ماشي هنقول التبخر. تحول الماده من الحاله السائله إلى الحالة الصلبة عند فقد. يبقى ده مين؟ تجمد. طب يا مستر تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. يبقى ده مين يا مستر؟ برافو عليك. تكثف. برافو. تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة. يبقى ده التسامي زي ما قلنا في اليود وشفنا الفيديو. تحول المادة من الغازية إلى الصلبة. يبقى ده تساقط زي الصقيع. تغير يحدث في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة. يبقى هنقوله تغير ايه يا حبايبي؟ كيميائي. برافو عليك. ثاني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة نقدر نكتب كده عليها شطار. يبقى ده عبارة عن ثاني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة. او ممكن طبعا هنقوله كده اسمه ايه يا شطار؟ الثلج الجاف. يبقى اسمه الثلج ايه يا حبايبي؟ الجاف. يا مستر محمد السؤال ده مهم. ايوه طبعا مهم. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء. يبقى طبعا دي يا شطار اسمها ايه؟ الرطوبة. طيب بالنسبة لعل هبعت لك اجاباته على طول. ماذا يحدث؟ نفس القصة يا جماعة. تعريفات طبعا كلها حضرتك انت عارفها. طيب بنخش بعد كده على اسئلة الامتحان وده طبعا احنا قايلين ان هو واجب وهنشوف طبعا الطلبة بكرة تقدر توصل لايه. طيب احنا دلوقتي وصلنا لنهاية الأسئلة المهمة. كل طالب بيبدأ يحل ويراجع الإجابات وأي استفسار أي حاجة تقدر تبعت لنا. كنتم مع أستاذ محمد عسل معلم أول العلوم والأحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.